السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في المراجعة الثانية من هذا الأسبوع، هذا إن شاء الله الأسبوع الرابع الشهر الأول. في هذه المراجعة غادي نستمروا أو غادي نبداو إن شاء الله مع مراجعة الجمل والطريقة اللي غادي نراجعوا أننا غادي نشوفوا الجمل اللي كانت عندنا قبل، ياك بحال دابا مثلا الجملة هذه جو في مو كوشي ماتنون afin de me lever tôt، ياك جو في مو كوشي ماتنون afin de me lever tôt. إذا كان اللسان ديالك ثقيل شبر دائما نفس الجمله، بقى تعاودها تتخفف لسانك، ياك دائما كل الهدف ديالك انك تخفف اللسان ديالك، ومن بعد ديك الساعه تبدا تتكلم عادي كانك كتكلم ما يداريش. كيف ما قلنا غادي ناخذوا هاد الجمل هادو غادي نراجعهم، يعني خصك تذكرهم، يعني غتقرا الجمله هذه الان خصك تكون فاهمه، ومنهم غادي نحاولوا نخرجوا شي جمل اخرين يعني نفهموهم انطلاقا من هاد الجمل هادو اللي اصلا اللي خدمناهم. هذا ما يسمى اننا انطلاقا من داكشي اللي تعلمنا يمكننا اننا نركبوا جمل جدد، ياك هذا ما يسمى بديك الابداع اللي كنا كنتكلموا عليه، اننا ساعه غادي نحاولوا نبدعوا. المهم غادي نحاولوا اننا نستعملوا داكشي اللي تعلمناه. اذا ما معنى جو في مو كوشي ماتنون afin de me lever tôt؟ جو في مو كوشي ماتنون afin de me lever tôt. اذا تعقل بان afin de كنا قلنا بانها من اجل، ياك لهدفي، بوغ يمكن لي كان هذا afin de لما فعلت pour، ياك je vais me coucher maintenant pour me lever tôt. مزيان. إذا المعنى ديالها كانت هي سأنام الآن، je vais me coucher maintenant هي الآن، كي ياك أو من أجلي ولا pour afin de أستيقظ باكرا هي tôt me lever tôt. مزيان. إذا نحاولوا نخرجوا شي حاجة من هنايا. عندنا مثلا je me couche tôt، جو مو كوش طو. شنو يكون معنى هذه الجملة هذه؟ إذا جو مو كوش لا كونجيغيزون كاينة في البريزون، ياك يعني دابا في الحاضر، جو مو كوش طو، ويكون المعنى ديالها هي أنا أنام باكرا، أنام باكرا. من الطبع ديالي ومن العادة ديالي أنني كنعس بكري. مزيان. نزيدو شي حاجة أخرى. شنو غادي يكون المعنى ديال أنا أنام متأخرا؟ العكس ديال طو، ياك شنو العكس ديال طو؟ أنام متأخرا. إذا غادي يكون المعنى ديالها جو مو كوش تار. إذا جو مو كوش طو، جو مو كوش تار. إذا بغيتي تقول لشي واحد كي رجع من الدار معطل، إذا إلى غوتورني مثلا à la maison، ياك وغتستعمل كلمة أنه جا مأخر تار بالدي في الأخير، ياك تار. ممتاز. إلى غوتورني على ميزون تار. المهم جو مو كوش تار، أنا أنام متأخرا. نزيدو شي حاجة أخرى. عادة هو ينام في 10 مساء، عادة ينام في 10 مساء. شنو غيكون المعنى هذا؟ غيكون المعنى ديالو souvent il se couche à 22h du soir. souvent il se couche à 22h du soir. إذا كنت كنزرب عليك لأن الفيديو شوية طويل، يعني كنتمنى لو أن أنت تبقى توقف فيديو حتى تفهم شوية ضبط الأمور ديالك، عاد ديك الساعة تزيد. فكون نعطيك جملة وقفة فهم أنت عاد زيد. souvent هي عادة il se couche à 22h. 22h هي 10، ياك يعني كنقولوا 12 إلى آخره حتى كنوصلوا 22 اللي هي 10. ما كنقولوش il se couche à 10h. 10h مقصود منا الصباح، ياك à 22h du soir. مزيان. يمكن لنا نقلب هذا المكان ديال سوفون نعملها فين مورا لو فيرب il se couche سوفون هو ينام عادة سوفون à 22h. إذا لا هذه الجملة ولا هذه الجملة يعني نسبة ترجمة هذه الجملة هذه. ونزيدو الجملة الأخرى اللي كانت عندنا les oiseaux ont cessé de chanter quand le chat s'approcha de leur cage. les oiseaux ont cessé de chanter quand le chat s'approcha de leur cage. مزيان. كان المعنى ديالها تعقل. المعنى ديالها كان توقفت الطيور، أو الطيور توقفت. بحال ممكن تبدا بالمبتدا ولا بالفعل ولا بالفاعل على حسب واش باغي تركب جملة فعلية ولا باغي تركب جملة اسمية. إذا توقفت الطيور عن الغناء عندما اقترب القط من قفصهم. عندما كون اقترب القط من قفصهم، أو تقدر تقول عندما القط اقترب من قفصهم، شي حاجة بحال هذا النوع. مزيان. إذا نحاولوا نخرجوا منها شي حاجة. إذا هاد سيسي توقف. هنا فعل الأمر سيسي دو دير دي مونسونج. هذه كنا شفناها، ياك شنو كان المعنى ديالها؟
توقف عن قول الكذب أو لا الأكاذيب ياك. مزيان نزيدو نشوفو شي حاجة أخرى. لا بلوي a cessé de tomber. ولا بلوي هو المطر ياك. المطر. لا بلوي a cessé de tomber. tomber كنا شفنا هذا لو فيرب هذا بالتأكيد راه عاقل عليه، لأن tomber هي سقط. و cessé عندنا هنا ياك. إذا المعنى ديال الجملة غادي يكون توقف سقوط المطر، أو توقف المطر عن السقوط. ويمكننا نقولوه بهذه الطريقة هذه، لا بلوي أسيسي، بلا ما نتكلم على طومبي، بلا ما نتكلم على سقطة. إذا شنو غادي يكون المعنى ديالو بكل بساطة؟ توقف المطر بالضبط. إذا لا بلوي أسيسي دو طومبي ولا لا بلوي أسيسي، يمكن تقول هاد جوج ديال الجمل ولا جوج العبارات باش تعبر على أن الشتا مبقاش كيطيح ياك. مزيان. وإذا بغينا نقولوا بأن الشتا بدا كيطيح ياك، يمكننا نقولوا لا بلوي سو مي ا طومبي. سو مي ا طومبي، إذا غيكون المعنى ديالو ديك الساعات بدأ المطر يسقط ياك. عملت سو مي المعنى ديالو هي نفس المعنى ديال كومونسي ياك. commence à tomber. يمكن لك تقول la pluie commence à tomber ou la pluie se met à tomber. ما ديالو فحال فحال. وإذا دوزنا الجملة أخرى le téléphone est bien chargé tu peux l'utiliser maintenant. هذه من بين الجمل اللي شفناها الأسبوع اللي فات. شنو غيكون المعنى ديالها؟ كنتوقع عاقل عليها. المعنى ديالها إذن هو الهاتف لو تليفون مشحون جيدا. bien chargé مشحون. يمكنك أن تستعمله الآن. tu peux l'utiliser maintenant. مزيان. من هذه الجملة غادي نحاولوا نجبدوا شي جمل صغيرة إذا تعبر عليها أنت. tu peux utiliser mon téléphone si le tien est chargé. وغادي نوقفوا شوية عند هذا لو تيان. هادو من بين المسائل اللي إن شاء الله غادي نراجعوهم في الأخير هذا الشهر هذا، لأن في الأخير هذا الشهر هذا غنعملوا واحد المجموعة ديال المراجعات. مراجعات عندها علاقة بلا كونجيغيزون، مراجعة عندها علاقة ببعض القواعد اللغوية البسيطة اللي ضروري الإنسان خصو يكون ضبطها، الطريقة ديال تركيب جملة كيفاش نركبوا جملة بسيطة، وهذه والطريقة ديال يعني الوسائل الربط بين الجمل بحال دابا ديك لكن أو إلى آخره إلى آخره، وكيفاش نركبوا بين الجمل وكيفاش يمكننا نخدموا جملة يعني فيها في الأول بريزون شنو غيجي موراها من بعد واش باسي كومبوزي ولا لامبارفي ولا كذا ولا العكس إلى آخره إلى آخره. ديك الساعة نشوف. Tu peux utiliser mon téléphone si le tien est chargé. Le tien ou mon téléphone. Mon téléphone إذا دخل على mon ton son notre votre لا غادي كنا تكلمنا عليهم. كاين في واحد الفيديو من الفيديوهات اللي دازت كاين كثر من فيديو. mon téléphone يعني الهاتف ديالي، ton téléphone الهاتف ديالك، son téléphone الهاتف ديالو إلى آخره. هذه المسائل اللي كنا تكلمنا عليها. le tien كنقولوا حنا بالدارجة ديالك. Tu peux utiliser mon téléphone. إذا كان عندنا أنا وأنت جوج الهواتف كيتشابهوا، بغيتي تاخذ الهاتف ديالي تنزل فوق الطابلة، كنقول لك لا سي مون تيليفون. سي مون تيليفون هذا الهاتف ديالي ياك. سي مون تيليفون ياك. لو تيان ديالك، لو تيان مثلا اي لابا هناك. لو تيان اي لابا ديالك راهو منزل في ديك البلاصه راه فاين، او لو تيان اي سور مثلا سور لا تيليفزيون ولا دوفون لا بورت الى اخره. المهم اللي اساسي ان كنقول لك لو تيان ديالك ياك. اذا بغيت نقول ديالي بهذه الطريقه هذه كنقول مثلا غادي نقول لك سي طون تيليفون، هذه هي الجمله الاولى، هذا هو الهاتف ديالك. اي لو ميان وديالي فين هو؟ اي لو ميان اويتيل، لو ميان فين هو ديالي؟ اذا لو ميان، لو تيان، le sien, le nôtre, ديالنا كاملين، le nôtre, le vôtre et le leur ديالهم هما، le leur ياك le leur. هذه في حالة ما إذا كان عندي كنتكلم على شي حاجة مذكر لو ياك، تليفون مثلا مذكر، كنتكلم على شي حاجة مؤنثة لا، مثلا نتكلم لا ميزون كنقول نفس الكلام ولكن كنبداها بلا. لا ميان كانت عندنا قبيلتي لا ميان ياك، ودابا عندنا لا ميان كنزيدو لا او في الاخير. اذا بالنسبه لو تيان مزيان، وعندنا هنايا لا تيان دو زين او عاود.
إذا هادو بالنسبة للمذكر وهادو بالنسبة للمؤنث ياك. إذا لو ميان، لا ميان، لا تيان، بينما هنا كنقراو لو ميان، لو تيان، ديك ان ما كنضغطوش عليها. إذا مشينا نقولوا ديالو هو كنقولوا لو سيان، لو سيان بالنسبة إذا كان عندك شي حاجة مذكرة كتكلم عليها، وإذا كانت شي حاجة مؤنثة بحال دابا لا ميزون لا سيان. إذا بنفس الطريقة كتزيد لا ان او أخرى. مزيان. بالنسبة لو نوتر ياك، لو نوتر، لو فوتر، لو فوتر و لو لور، هادو ما كيتبدلوش ياك. لو نوتر، لو فوتر، لو لور كيبقاو نفسهم، كنبدلو غير لو بلا. لا نوتر، لا فوتر و لا لور ما كتبدلوش نهائيا. دابا في حالة ما إذا كان عندي الجمع كنزيد اس والسلام ياك. كان عندي لو ميان ياك بزاف غادي نقول لي ميان وغنزيد اس هنايا. إذا كان عندي شي حاجة مذكرة غادي نقول لا ميان دو زين او ياك، لا ميان. إذا كانت عندي بزاف غادي نقول لي، وهاد ميان هادو غتزيد لا غير اس في الأخير، او اس. إذا لي تيان او اس في الأخير، لي سيان او اس بحال اللي كانوا، و لي نوتر، لي فوتر، لي لور حتى هما عندهم اس في الأخير ياك. كانت عندنا إما لو ولا لا نوتر ياك. إذا عملنا الجمع غادي نقولوا لي نوتر ونزيدو لا اس في الأخير. هادشي اللي كاين. هذا بالنسبة إذا كنتي كتقول بأن هاد الحاجة ديالي فين هي، هذا الكتاب ديالي، الكتاب ديالك فينو، غادي نقول سي مون ليفر ياك، مون ليفر. مثلا أين هو، اوي لو تيان ديالك. شي واحد كتحترمو تقول له ديالكم مثلا باب الاحترام ديال الفرنسي، تقول له اوي لو فوتر ياك، لأن هذه كتبقى علاقة بديك السيد اللي كتكلم معاه. مزيان. tu peux utiliser قلنا حنايا هي استعمل ياك. tu peux utiliser mon téléphone si le tien est chargé. سي شنو غيكون المعنى ديالها هنا؟ سي المعنى ديالها هي إذا ياك، إذا شرط، أداة شرط. نفهموا الجملة كاملة. يمكنك استعمال هاتفي إن كان، إذا كان هاتفك فارغا من الشحن ياك، إذا كان هاتفك فارغا من الشحن. نزيد شوية الجملة أخرى. Pour aller à la plage, nous pouvons utiliser des vélos. Pour aller à la plage, nous pouvons utiliser des vélos. شنو غيكون معنى هذا الكلام هذا؟ لو فيرب utiliser هي استعمل، لو فيرب pouvons nous pouvons إذا هذا استطاع، وآلي كنعرفوها هي ذهب، دي فيلو هي هنا كنقولوا بيكالات ياك، الدراجة الهوائية، دي فيلو. إذا pour aller à la plage nous pouvons utiliser des vélos. إذا غيكون المعنى ديالها للذهاب إلى الشاطئ، pour aller à la plage يمكننا أن نستعمل، nous pouvons يمكننا أن نستعمل الدراجة. ممتاز. عفوا charge le téléphone avant de l'utiliser. وإذا هنا فعل أمر حين كيجي في الأول charge، كان أمرك أنك charge ياك، charge le téléphone avant de l'utiliser، و avant هي قبل. وشنو هي بعد؟ شنو هي بعد؟ هي après ياك، avant قبل، و après هي بعد. مزيان. إذا غيكون المعنى اشحن الهاتف قبل استعماله. ممتاز. نزيدو إن شاء الله حاجة أخرى. La petite saute écrit. هذه من بين الجمل اللي شفناها الأسبوع اللي فات. Il nous montre sa joie. Il a reçu un nouveau jouet. إذا la petite saute écrit. Il nous montre sa joie. Il a reçu un nouveau jouet. إذا كنا قلنا بأن هنا ثلاثة ديال الجمل. الجملة الأولى وكاين الجملة الثانية والجملة الثالثة في الأخير. إذا la petite saute écrit. الطفل يقفز ويصرخ. Il nous montre sa joie. يظهر لنا فرحته. Il a reçu un nouveau jouet. لقد تلقى لعبة جديدة. عفوا. إذا شنو غادي نخرجوا من هذه الجملة؟ أرى نشوفوا كيفاش نفهموا هذه الجملة هذه. J'ai reçu un nouveau message de mon patron. بكل بساطة أنا مأكد تقدر تستعمل اللي شفتي في الجملة هذه وتخرج هذا الشيء اللي هنا. ميساج ما كاينش شي واحد كيفهمو شي، باترون ما كاينش شي واحد ما كيفهمو شي،
reçu كاين reçu هنايا ان شاء الله تكلمنا عليه هي تلقى ولا استقبل. اذا المعنى ديال الجمله j'ai reçu un nouveau message de mon patron غادي يكون تلقيت رسالة جديدة عفوا هنا جديدة من رئيسك. مزيان. Les joueurs sautent dans le terrain. Ils ont marqué un but. إذن un but أغلبية كيتفرج الكرة هي هدف ياك. marqué هي سجل هدف. Les joueurs sautent dans le terrain. Le terrain كما كنعرفوها الملعب ديال الكرة ياك ولا أي ساحة واسعة. le terrain. إذن les joueurs sautent dans le terrain. Ils ont marqué un but. إذا المعنى ديالها غادي يكون اللاعبون يقفزون في الملعب ياك لقد سجلوا هدفا. Ils ont marqué un but. Très bien. نزيدو. La maman a retourné du travail. Son fils l'embrasse et lui donne un bisou. إذا هادو بين الجمل اللي شفنا الأسبوع اللي فات. La maman a retourné رجع ياك du travail. Son fils l'embrasse et lui donne un bisou. إذا المعنى عادت الأم من العمل أو الأم عادت من العمل ابنها يحضنها l'embrasse ويقبلها هنا يعطيها قبلة. lui donne un bisou يعطيها قبلة. donner أعطى. مزيان. إذا نشوفوا شي حاجة أخرى. هاد الجملة هذه طويلة شوية ولكن أنا مأكد تقدر تفهمها. Hier j'ai vu une mère qui a embrassé son fils en pleurant. Elle était à l'étranger depuis 10 ans. Hier, j'ai vu une mère qui a embrassé son fils en pleurant. Elle était à l'étranger depuis 10 ans. شوفوا شي كلمات. l'étranger خارج البلاد فرنسا بلجيكا إلى آخره. depuis منذ 10 ans هي 10 سنوات. مزيان. هذه فرصة نتعرفوا على كلمات جدد. hier البارح ياك الأمس. وإذا اللي بقى كامل سهل ياك en pleurant pleurer هي يبكي ياك كنا شفنا pleurer. Hier j'ai vu une mère qui a embrassé son fils en pleurant. Il était à l'étranger depuis 10 ans. Il était à l'étranger depuis 10 ans. إذا المعنى ديال الكلمة هذا غادي يكون البارحة ياك رأيت أما تحضن تحضن أو لا كيا أمبراسي. إذا هنا غتكون الماضي حضنت ياك حضنت ابنها باكية. رأيت البارحة أما مفعول به أما حضنت ابنها باكية. من بعد شنو عندنا il était à l'étranger depuis 10 ans. لقد كان في الخارج منذ 10 سنوات. رأيت البارحة أما حضنت ابنها باكية أو وهي تبكي. لقد كان في الخارج منذ 10 سنوات. ممتاز. شوفوا جملة أخرى موراها. J'ai retourné à la maison après un long jour de travail. عقلتي على après دابا تكلمنا عليها. après هي بعد ياك. مزيان. شنو هي قبل؟ تكون عاقل عليها الآن. قبل هي avant. ممتاز. إذا j'ai retourné à la maison. retourner هي عادة ياك فعل عادة. J'ai retourné à la maison après un long شي حاجة long شي حاجة طويل un long jour de travail. le travail هو العمل. إذا المعنى ديال الجملة غادي يكون حاول ترجمتها. إذا المعنى ديالها أنا عدت إلى المنزل فوقاش بعد après بعد يوم طويل من العمل un long jour de travail. ممتاز. il nous manque un peu de sucre. غادي نبين الجمل اللي شفنا الأسبوع اللي فات بسيطة جدا. السكر هو السكر ياك مونك ينقص ياك خصنا شي حاجة. إذا il nous manque un peu de sucre ينقصنا القليل من السكر. شوفوا نخرجوا من هذه شي حاجة. tu me manques beaucoup. هادو من الجمل اللي كنقولهم ياك tu me manques beaucoup والمعنى ديالها اشتقت إليك كثيرا. هنا بهذه الطريقة هذه كتجي دائما اشتقت إليك tu me manques ياك ينقصني أنت tu me manques beaucoup. نزيدو. je ne sais pas traduire cette phrase. il me manque des informations. je ne sais pas c'est
جاب لو فيرب سافوار، وسافوار هي بين الافعال اللي شفنا هذا العام هذا الدوره هذه ولا هذا الشهر هذا. سافوار هي عالمه. جو نو سي با ترادوير، ترادوير ما جاب تراديكسيون، هيك ترادوير هي ترجمه هيك. جو نو سي با ترادوير سيت فراز، il me manque des informations. les informations هي المعلومات. مزيان. إذا je ne sais pas traduire cette phrase il me manque des informations يكون المعنى ديالها لا أعرف ترجمة هذه الجملة، تنقصني المعلومات des informations. مزيان. Notre grand-père est mort. Il nous manque beaucoup. Il était un grand homme. إذا notre grand-père est mort. mort هي مات. Notre grand-père est mort. Il nous manque beaucoup. إذا هذه كتشبه هذيك. Tu me manques beaucoup. Il nous manque beaucoup. Il était un grand homme. Un grand homme هي رجل رائع ولا رجل عظيم كنقولوا هنايا ياك عظيم، رجل عظيم. Il était un grand homme. إذا معنى الجملة غادي يكون مات جدنا. notre grand-père est mort. اشتقنا إليه كثيرا. il nous manque beaucoup. لقد كان رجلا عظيما. il était un grand homme. وهنا غادي يكونوا سالينا هذه المراجعة الثانية ياك في هذا الأسبوع هذا. نتمنى الله عز وجل أن تكون فاتتك. أهم شيء هو أن إذا كان شي حاجة نتلفت ضروري خص المراجعة ديالها ياك، يعني احنا قررنا غادي ندخلوا الشهر الثاني إن شاء الله. إذا كنتي عول أنك غادي تستمر معنا ياك، الشهر الثاني غادي يكون شي أمور كثيرة مهمة جدا جدا. طول الله عز وجل التوفيق للجميع إن شاء الله. باقي المراجعة الثالثة والمراجعة الرابعة، وديك الساعة ندخلوا في المراجعات ديال الشهر كامل باش نشوفوا شنو شفنا من أول الشهر دابا باش ما نتلفنا حتى حاجة. بالإضافة بحال اللي قلنا واحد مجموعة ديال القواعد ديال اللغة خصنا نشوفوها ولي كونجيغيزون والمسائل هذا. نطلب الله عز وجل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء الدرس القادم.